مشاهدي قناة بلادنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج لا للإثارة. في حلقة اليوم نستضيف الخبير الاستراتيجي في قضايا الساحل والصحراء الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي. أهلا وسهلا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. سي عبد الفتاح، مرحبا بك في برنامج لا للإثارة. موضوع مجموعة من القضايا مطروحة النقاش تخص الأمن والمفاوضات ليبيا التي تحتضن المغرب وما يقع في الساحل والصحراء. مؤخرا تم تفكيك خلية إرهابية. نعم. وتم إحداث مركز التحقيقات القضائية بالمغرب. نعم. كيف ترى قراءتك الأولية لهذه الخلية الإرهابية؟ نعم. هذه الخلية جاءت لتعبر بأن الخطر الأمني أصبح موجودا بالفعل، وبأن الدولة تشتغل اليوم عن آليات للتصدي لعملية التنفيذ، لأن هذه الخلية المفككة مؤخرا بأكادير كانت على وشك تنفيذ العملية الإرهابية فعليا تجاه مجموعة من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية البارزة، وكان سيكون الحدث الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المملكة ويهدد كذلك تطورها الاقتصادي والسياسي وكذلك السياحي، وكان سيطرح إشكالات. واقع الحال هو أنه المغرب بدأ يقتنع بضرورة خلق الأجهزة الأمنية القادرة على مواكبة هذه التحديات التي فرضتها علينا متغيرات إقليمية في منطقة الساحل والصحراء، ولا سيما في المنطقة المغاربية، الأزمة الليبية وكذلك الأزمة المالية وكذلك الأزمة عدم انضباط مجموعة من الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي. كان كذلك إنجاز أو إخراج إلى حيز الوجود المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذه الظرفية الراهنة ليؤكد بأن الخطر الأمني أصبح واقعا، وبأن البلاد في حاجة إلى تحركات أكبر وأكثر استباقية حتى لا تقع الكارثة، وحتى نضمن هذا الاستقرار الذي يشكل تيمة أساسية مفضلة لدى المغرب والغائبة عن عدد كبير من الدول العربية اليوم. أستاذ فتاح، خلية تم تفكيكه وأن متهمين بأنهم عندهم علاقة بداعش. قبل كان حدث فرنسا، هزت لفرنسا من بعد فاني كان في تونس. نعم. واش نقدروا نقولوا بأن الخطر الإرهابي أو خطر ديال داعش أصبح حقيقة تؤرق استقرار البلدان المغاربية؟ نعم، بالضرورة أصبحت هناك ثقافة سائدة، لا سيما بعد رجوع عدد كبير من المشاركين في القتال إلى العراق. نعم. وهذا يعني أننا أمام إيديولوجية أصبحت منتشرة بشكل كبير، وربما ساهمت فيها وسائل التواصل الحديثة. معلوم أنه الآن كان هناك الحديث في أحد التصنيفات بأنه عدد كبير من الحسابات الفيسبوكية وكذلك للتويتر، أن المغرب يتصدر هذه الحسابات التابعة لجماعات إسلامية متطرفة تروج لمثل هذه الأفكار المتطرفة. لذلك فالخطر الداعشي أصبح حقيقة ليس داخل الدول العربية فحسب، ولكن حتى داخل الدول العالمية، ومنها الأحداث التي عرفتها كذلك فرنسا وكذلك أستراليا وغيرها من الدول اللي تتأكد اليوم بأن الثقافة الداعشية أصبحت ظاهرة عالمية. كذلك أننا نسمع في منطقة الساحل والصحراء ولا سيما في نيجيريا مبايعة البغدادي علنية من طرف بوكو حرام، وكذلك تأكيد على أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء التي أعلنت من قبل مبايعتها لتنظيم القاعدة ثم فيما بعد للبغدادي أصبحت تجد ملالا آمنا تفرخ من خلاله مجموعة من الخلايا النووية التي تستهدف بها عدد كبير من الدول المغربية، والمغرب يبقى من جملة هذه الدول المستهدف أمنها بالأساس. باعتبارك مهتم بالقضايا المغاربية والصحراء والساحل،
هاد الامور ما تتبينش بان كاين هناك تاخر في التنسيق. مثلا الاتحاد المغربي العربي مابقاش نسمعوا به بزاف، لا التنسيق السياسي لا الامني. واش نقدر نقول هذا الخطر يقدر يحتم على الدول المغاربيه بانها تعيد العلاقات ديالها؟ بكل تاكيد هو انه منذ الحديث عن الاستراتيجيه العالميه لمحاربه الارهاب رفع المغرب عدة دعوات إلى المنتظم الدولي من أجل الضغط على الجزائر لتدخل في تنسيق أمني مع المغرب، بل للدخول في تنسيق يعني مغاربي. وكانت مجموعة من الاجتماعات لوزراء الداخلية، غير أن نتائج هذه الاجتماعات لم تفضي إلى نتائج عملية بسبب الخلاف التي تضعه الجزائر دائما على الطاولة، وهو قضية الصحراء. المغرب يقول بأن قضية الصحراء قضية أممية، ويمكننا أن ندخل في علاقات ثنائية لمواجهة الخطر الإرهابي وللتعاون في مجالات اقتصادية في إطار اليد الممدودة، أساسها هو التطبيع وفتح الحدود والتعاون الاقتصادي والأمني فيما بين الجزائر. غير أن الرؤية الجزائرية تريد هي الوحيدة التي أن تهيمن على إفريقيا وأن تبلور من خلالها سياستها الخاصة دون التنسيق مع الدول المغربية. هذا هو المتعلق بأزمة مالي وأزمة ليبيا. طبعا المغرب حتى المفاوضات الليبية في الصخيرات، الجزائر عقدت المفاوضات. واش هذا صراع سياسي ام شيء اخر؟ طبعا هذا يجسد الصراع الذي تريده الجزائر، هو ان يجب ان تستحوذ على النقاش الافريقي بصفه عامه. تعرف انه في المفاوضات الماليه تتدخل افريقيا بشكل قوي حتى لا يكون النقاش عن الحكم الذاتي هو محط اجماع حتى بين الحكومه الرسميه، وتريد ان تفرض نظام الدوله الرسميه الذي لا يشكل حلا بالنسبه للازواديين. لماذا؟ لان المغرب يقدمه مقترحين لحل الصحراء، لحل إشكالية الصحراء، وهذا هو الذي طرح أثناء الحوار الليبي. فبدل أن يكون التفكير الجماعي من أجل مساعدة ليبيا على الخروج من محنتها، تقيم المغرب بالأمم المتحدة في سياق رسمي مفاوضة بالصخيرات، فيما تدعو الجزائر أطراف أخرى تقول إنهم فعاليات سياسية إلى الجزائر العاصمة للحديث عن ورقة أخرى هي التي تشكل يعني خارطة الطريق لحل إشكالية ليبيا. هذا لن يسمح بمساعدة الجيران يعني والمغاربيين في حل إشكالياتهم التي أصبحت متشعبة، ولا يتضرر بها الليبيين وحدهم فقط، وإنما إشكالياتهم تطال الآن الجزائر وتونس وتطال كذلك المغرب بعد تفكيك هذه الخلية الإرهابية التي كان من المستبعد أن نتحدث عنها يعني اليوم بأنها أشرفت على تنفيذ عملية إرهابية كانت ستكون في إطار الخلية الإرهابية تم إحداث مركز الأبحاث القضائية، وقبل منه خرج كما تيقولوا خرج الجيش للشارع في مجموعة حضار. واش المغرب نقدر نقول من هذا السباق ناجح فيه في الحد من الإرهاب ومن الجريمة؟ لحد الساعة المغرب أثبت نجاعة سياسته الأمنية الاستباقية من خلال تفكيك عدد كبير من الخلايا، منها الحديث عن الخلايا النائمة ثم الخلايا الصغيرة أو الخلايا النووية. الإشكال الأمني الآن أصبح يفرض على المغرب مزيد من الحذر ومزيد من التفاعل الإيجابي مع في قراءة كل المؤشرات، خاصة بعد هذا الحدث الأخير الذي طرح إشكالا فيه تنوع ديال الأفراد المنتمين لهذه الخلية من عدد كبير من الدول المغربية، ثم قدرتهم على التنسيق في مدينة واحدة، ثم قدرتهم كذلك على إدخال الأسلحة دون أن يتم رصدهم، مما يعني بأنه الخطر الأمني أو يعني المفكرين في إجراء عمليات يعني انتحارية على شكل ما يقع في الدول المغاربية ليبيا وتونس وكذلك ما وقع في فرنسا أصبح اليوم حاضر. الآن يمكننا أن نطمئن يعني بإخراج المركز يعني المكتب المركزي للتحريات القضائية على حيز الوجود. هذا يعني بأنه المغرب يبذل مزيد من الجهد في إطار التطورات الأمنية التي أصبحت المركز عطى أرقام بأنها كاين مئات من المغاربة في سوريا في العراق وعندهم أبناء ديالهم يتدربون في إطار داعش. هذه الأرقام بالمئات، فوق من 1000 فوق من
هذا خلى المغرب أن يدير هاد الجبهة الأمنية. ولكن في الدول الجوار نعم، واش يكفي المغرب أنه يدير هادشي، أو من الخطر ما تنجي من الصحراء، باقي مشكل الصحراء، باقي مشكل في الجنوب، نعم. في مالي، في الحدود الجزائرية؟ المغرب مطروح ليه يعني صعوبات وتحديات كبيرة في غياب التنسيق الذي لا تريده الجزائر. الجنوب الجزائري ضعيف، ونعرف الاختراق الأمني الذي طال المنشأة البترولية في الجزائر. نعم. نعرف كذلك بأنه الجانب الهش بالنسبة لمالي في جوارها وفي حدودها مع لموريتانيا في حدودها مع مالي يشكل ملاذ لكل الخارجين عن القانون لممارسة التجارة الغير المشروعة، المخدرات الصلبة، المتاجرة في السلاح، مكان لتجمع كذلك الأسلحة المهربة من ليبيا. كذلك الإشكال الذي تريد أن تربطه تمزيجه بما هو سياسي، بما هو أمني، بما هو عسكري، بتنظيم البوليزاريو الذي تضعه الجزائر يعني في الجنوب المغربي، وللآن بات يطرح إشكالية تعرقل المجهودات التي يجب أن يقوم بها المغرب لحماية حدوده الجنوبية ولمراقبة كذلك التطورات في منطقة الساحل والصحراء، بسبب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 1991 والذي أصبح الآن يهدد الأمن القومي والوجودي والاستراتيجي للمملكة المغربية، ويجب إعادة النظر فيه، لا سيما أن الأمم المتحدة لم تعد بالقادرة على مراقبة ما وراء الجدار خوفا على مبعوثيها. في إطار الصحراء، مفاوضات ديال الصحراء كاين في استئناف المفاوضات في أبريل. نعم. باعتبارك مهتم بهذه القضية، واش تشوف غيكون هناك شي تقدم في هذه المفاوضات في إطار هذا الخطر الأمني والإرهابي المطروح؟ أنا أعتقد بأنه التحديات الأمنية الآن اللي هي المفروضة اليوم بشكل قوي على الدول المغاربية، ولأن أوروبا لا تريد أن تكون الدول المغاربية يعني خاسرتها الرخوة، لأنها تجد فيها حماية لحدودها يعني الجنوبية. أعتقد بأن هذه الحيثيات وهذه المتغيرات الأمنية والإرهابية قد تدفع الدول الأوروبية في الضغط من أجل البحث عن حل سريع لإشكالية الصحراء. لكن ملامح ولا قراءة المشهد والتفاعلات التي تنضج من خلال الزيارة التي يقوم بها المبعوث الشخصي إلى الصحراء، وكذلك محاولة بعض الفعاليات السياسية التي لم تتفهم الملف في صبغته في أثره في المنطقة، وحاولته أن تستدمجه بالملف الحقوقي ليصبح ما هو سياسي فيما هو حقوقي، يؤثر على الموقف التفاوضي المغرب، قد تعطل المسلسل. لكن المغرب الآن له دفعات قوية جدا بعد تنظيم منتدى غرانس مونتانا، وكان هناك أن العالم يريد أن يتوجه نحو المستقبل، تنمية اقتصادية لمحاربة الإرهاب في إفريقيا وفي منطقة الساحل والصحراء. التوجه الآن يهدف إلى إلى حل نزاع الصحراء بحكم ذاتي لا غالب ولا مغلوب فيه، وإعطاء كذلك متنفس تنموي لمكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل. في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية، وانت تشوف معايا بأن الأرض ديال الصحراء والجنوب الصحراء والساحل وبعض الدول مثلا كما وقع في تونس وليبيا أصبحت أرضا خصبة لتنظيم داعش في امتدادات ديالو. نعم. الخلفيات الآن، الخلفية الثقافية والسياسية والواقع الأمني وهشاشة وفشل بعض الدول، مثلا كتجربة ديال مالي، النيجر، ظروف اقتصادية تتعلق كذلك بمالي، الجنوب الجزائري الغير المحمي لا اجتماعيا ولا كذلك عسكريا، لأنه الفضاء شاسع ولا يمكن الجزائر أن تؤمنه، لا سيما أن لها حدود جد صعبة مع ليبيا تحتاج إلى مراقبة أكبر. هذا يجعل هذه المنطقة الشاسعة في الصحراء منطقة آمنة بالنسبة للجماعات الإرهابية، لا سيما بعد تزايد الضغط عليها انطلاقا من ما هو أمني أمريكي في عدد كبير من الدول، وخاصة في أفغانستان. بدأت هروب بعض القيادات يعني المستهدفة دوليا إلى المنطقات الإفريقية، حيث تشكل منطقة آمنة لإخفاء رجالات الذين يقودون هذه الحركات الداعشية. لذلك لا يستبعد أن تكون منطقة الساحل والصحراء فضاء توجد فيه قيادات للقاعدة وقيادات لداعش
بحيث لأنها بإمكانها من هذا المكان أن تقوم بعملية ترويج لأفكارها وتنفيذ لعملياتها في كل مختلف المناطق وهي آمنة وفي ملاذ آمن. لذلك في منطقة الساحل والصحراء لا بد أن ينضج هناك تنسيق عسكري وأمني فيما بين الدول المطلة عليها من أجل حمايتها من خطر الإرهاب. تيقول بان التنسيق الامني والاستراتيجي مطروح، ولكن ما تشوفش معايا بان في الدول الافريقيه في السياسه الخارجيه غياب واحد التنسيق سياسي الدول الافريقي المهتم بالدول الافريقيه، تنسيق سياسي. نعم. السياسات الخارجيه للدول. نعم. كما وقع مثلا في مالي، في النيجر، في بعض الدول كاين غياب التنسيق السياسي. نعم. الإشكال دائما قلت مرده أساسا هو صراع من أجل الهيمنة. الجزائر تريد بحكم جغرافيتها الشاسعة تعتقد أن بذلك من حيث الجغرافيا السياسية الجغرافية يعني الطبيعية أن تفرض جغرافية سياسية نفوذا أكبر تهيمن بها المنطقة المغاربية، وبالتالي تقود به سياستها الخاصة أو عقيدتها العسكرية على كامل إفريقيا، فيما أن هذا الخيار غير ممكن في عالم يجب أن يسوده التشارك. وبالتالي إذا كان هناك اجتماعات تقام بين وزراء الداخلية لم يكن على ما يوازيها اجتماع لوزراء الخارجية. لوزراء الخارجية كان هناك اجتماع لوزراء الخارجية المغاربية، ولكن لم يكن الموضوع هو توحيد السياسة المغاربية تجاه إفريقيا. لذلك نسجل اختلافات في محاولة حل الأزمة المالية، والتشتت الموجود الآن بين الفروق مرده هو هيمنة الجزائرية في فلسفتها حينما تقود وساطة غير متوازنة وغير معقولة وغير مضبوطة فيما بين الماليين وبين الأزواديين. واليوم بعدما هللت الجزائر بأنها قد نجحت في هذه المفاوضات وأنه لم يبقى إلى مدة قصيرة توقع الاتفاق، خرجت المجموعات الأزوادية التي تطالب بالحكم الذاتي على شاكلة ما يقترحه المغرب في الصحراء أنها لن توقع لأنه لن يشبع حاجيتها، وبالتالي فشلت هذه المفاوضات وتبقى الأزمة المالية تنضج الكثير من الويلات في المستقبل. لذلك الجزائر عليها أن تستوعب بأن عقلية الهيمنة على إفريقيا لا يمكن أن تتم إلا من خلال تنسيق مشترك مع كل الدول المغاربية لا تتحمل كامل الكلفة المادية والأمنية والاقتصادية، وهكذا يمكن حل كثير من الإشكاليات بمد اليد إلى كل هذه الدول. سي الفتيحي، العودة إلى المغرب، الإرهاب كل شيء يرفضوا، القوانين نعم. والمنظمة الدولي والديانات، وش تشوف معايا بأن المقاربة الأمنية نعم لوحدها كافية لمحاربة الإرهاب، اجتثاث جذور الإرهاب؟ بكل تأكيد لا يمكن الحديث عن حل إشكالية الإرهاب إلا في إطار استراتيجية شاملة، استراتيجية ثقافية، فكرية، تربوية، اقتصادية، تنموية، وهذا هو التوجه الذي يجب أن تسير فيه. رغم أن المغرب خدا تقاس من الإرهاب 16 ماي، أرغانا، كانت هذا التهديد. واش المغرب مثلا حط واحد الأرضية تربوية مثلا في المناهج التربوية، ما يكونش الفكر ديال العنف، الفكر ديال ويمكن القول بأنه نتائج الإجراءات التي أقامها المغرب لم تكن بذات المفعول الذي يمكن أن يبرز في مدة قصيرة، ولكن هذا لا يعني بأنه عيش المغرب لحالة الإرهاب في 16 ماي بالبيضاء في 2003 مدة زمنية مهمة كان بالإمكان أن نخوض فيها بسياسة شاملة على الأقل لإيجاد فضاء مجتمعي يرفض تغلغل أي فكر من هذه الأفكار التي اليوم أصبحت بالدليل يعني مساحتها كبيرة جدا. الآن كنا نتحدث عن عناصر إرهابية قليلة جدا، ولكن الآن حينما تجد شخصيات تقدم نفسها يعني على أساس من بين المجندين لداعش ويسافرون إلى العراق من أجل مساندتهم، هذا تطرح إشكال عن كيف توفرت هذه القناعة، كيف توفرت هذه القناعة للتماهي مع عقيدة عسكرية ليست من الثقافة المغربية، مع ثقافة القتل ولو في الخارج، لأن هذا الشخص المغربي هو لن يذهب من أجل الدفاع عن بلده أو عن قيمه بوطنه،
هو يدافع من أجل الدفاع عن فكرة لا علاقة لها بالثقافة كي المغربية. تعتبر من اللي تيخلي الانسان يمشي في هذه الفكره التطرف هو مثلا هو الفقر والحرمان والقهر الاجتماعي في ظروف تعيشها قاهره مع المجتمع في تحولات كبرى. تيوصل الشاب مثلا في فتره المراهقه وغيرها بانه امتداد الافق بغياب الجمعيات غياب الاحزاب تيمشي. طبعا وقع الحال على مستوى المشهد السياسي. لا تأطير للأحزاب السياسية ولا كذلك للجمعيات. هناك عدد كبير من الجمعيات وعدد كبير من الأحزاب السياسية كعناوين وشعارات لكنها بدون أتباع. لا تؤطر المواطنين. بدون أتباع وبدون مريدين. حتى المجموعة من حتى نتكلموا على مجموعة من يعني الزوايا الدينية. هناك فراغ على مستوى التأطير، هناك فراغ روحي، هناك حالة الغربة بالنسبة للشباب. كاين إشكاليات في إيجاد فرص للشغل، كاين تطور متسارع وحاجيات مرتفعة جدا وغياب الفضاء التي يمكن أن يؤطرهم في الاتجاه الصحيح. كل هذا يولد نوع من صدمة الحضارة ولا نوع من صدمة الحضارة أو الغربة في الوطن، يجعلهم يتماهون مع عمليات يمارس فيها الإنسان ساديته على نفسه. ومنها نوع من الانتحار. والذهاب إلى داعش ليس مناصرة لفكرتها وإنما هروبا من الواقع والانتحار حتى لا نعيش هذا الواقع. إذن المؤكد هو أنه يجب أن تكون هناك يعني العمل ومجهود مكثف على المستوى التربوي وعلى المستوى الجمعوي وعلى مستوى الأحزاب السياسية في التأطير وفي المواكبة. ولأنه اليوم بتنا نجعل الشباب يعني مرتاحين في وسائل الاتصال الاجتماعية لمشاهدة. اللي تعتبر أن وسائل الاتصال هي اللي سهلات انتشار الفكر المتطرف أو التنسيق بين الخلايا النائمة وهي السبب في تشكيل هذه الخلايا. مسائل متطورة، تقنيات حديثة. طبيعي جدا لا سيما أن هناك فراغ لا يتم قتله إلا من خلال هذه وسائل الاتصال. نعرف كذلك مقولة شهيرة أن كل مرفوض مرغوب، وبالتالي هذا المرفوض يميل الشباب إلى زيارته وإلى متابعته وإلى مواكبته فيه وإلى الانخراط فيه شيئا فشيئا حتى يصبح فاعلا، حتى يصبح هو الآخر فاعلا أو مؤطرا لهذه الإيديولوجية. لذلك فعدم مراقبة شبكة الانترنت وشبكة التواصل الاجتماعي راه يؤثر بشكل كبير جدا في تنامي يعني المؤمنين بالأفكار التخريبية وأفكار العنف، اللي كما قلت هي نوع من ردة فعل على قساوة العيش داخل مجتمعين يعتقدون بأنه يعني لم يقدم لهم شيئا. السي الفاتحي الخبير الاستراتيجي في قضايا الساحل والصحراء، 3 الكلمات لك حق التعليق. الصحراء، حل مشكل الصحراء جزء أساسي في أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء، وعلى الدول المغاربية وعلى دول العالم أن تسرع من أجل إيجاد حل له في إطار مقترح الحكم الذاتي. الجزائر جار شقيق، عليها أن تستوعب بأن المستقبل بالضرورة يحتاج إلى تنسيق وإلى تعاون من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية ومحاربة التطرف. مواجهة الخطر الإرهاب حتمية طبيعية من أجل أن تحيا الإنسان حياة سعيدة. شكرا السي الفاتحي الخبير الاستراتيجي في القضايا الساحل والصحراء بحضورك في استديوهات برنامج لا للإثارة في موقع بلادنا. شكرا.